مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ ولنا عوده مع فيديوهات الانترنت البنكي اللي انتم بتحبوها جدا واللي دايما بتجينا عليها اسئله لغايه دلوقتي، واللي هي ما زالت مطلوبه، اللي هي الايفر جرين كونتنت زي ما بيقولوا. هنقدر نعتبر ان الفيديو ده ان هو ريبرودكشن للكونتنت نفسه ككلام عن الانترنت البنكي. انا سبق واتكلمت قبل كده في فيديوهات كتير جدا، هسيب لكم لينك بلاي ليست كامله تحت في الديسكربشن وفوق في الاي، كنت بتكلم فيها عن الانترنت البنكي المقدم من بنك مصر وكل الابديتس اللي كانت بتحصل، وازاي نشتري شهاده، وازاي نضيف حساب، وازاي نفعل اصلا الانترنت البنكي. وان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونقدر نصور معاكم الفيديوهات دي مره ثانيه كري برودكشن. يعني في الفيديو ده حابب اشارك معاكم اخر 3 تحديثات حصلت في الابلكيشن. التحديثات دي كانت بالنسبه لي انا كيوزر او كمستخدم تحديثات جذريه، فخليكم مكملين معايا في الفيديو لغايه النهايه علشان نعرف ايه التحديثات دي. هنمسك التحديثات دي من الاقدم للاحدث. اول تحديث معانا حصل هو كان تحديث امكانيه انك انت لو عندك كريدت كارد بنك مصر تقدر تعمل تقسيط لاي حركه من الحركات اللي انت استخدمت فيها الكريدت كارد، سواء كانت شراء طريات يعني او لو كانت سحب نقدي عن طريق الابلكيشن، بدل ما انت كنت بتضطر تتصل بالكول سنتر 19 3 8 وتنتظر في الويت وتوصل للموظف بعد وقت كتير، وممكن في تحديثات بتتم على السيستم فبتتصل مره ثانيه بيهم. لا، انت في الابلكيشن بتاعك بتدخل تختار الحركه اللي انت عايز تقسطها، تختار المده اللي انت عايز تقسطها، وبتظهر قدامك كل حاجه وانت بتختار التقسيط اصلا، فانت كده مش محتاج تكلم الكول سنتر. ودي من ضمن الحاجات اللي هو البنك كان متجه انه يعملها من فتره كبيره، انه بيحاول يقلل الخدمات اللي العميل مضطر فيها يروح الفرع او العميل مضطر فيها يكلم الكول سنتر، علشان ما يعملش ضغط في الفروع على حاجات مش مستاهله ممكن تعملها من بيتك، وهو اوبشن متاح معاك من الابلكيشن بتاعك. زي الفيتشر اللي ضافها البنك وكان ليه سبق برضه في نضيفها، فيتشر اللي هي بتاعت انك تقدر تحجز موعد من الابلكيشن بتاع البي ام اونلاين. برضه لو انت كنت عميل البنك او ما كنتش عميل، ايا كانت الخدمه بتاعتك ليها علاقه بخدمه عملاء او بالتلر تقدر تحجزها، او لو كنت انت شركه مثلا هتفتح حساب شركات فانت ممكن برضه تحجز من الاونلاين بتاعك او من البي ام اونلاين كابلكيشن على الموبايل، سواء كنت عميل للبنك او ما كنتش عميل زي ما بقول لك. ودي حاجه كويسه جدا بتوفر عليك وقت، انت بتختار الفرع، تختار الوقت المتاح في التايم سلوتس اللي قدامك، بيبقى قدامك جدول كده بتختار منه المواعيد المناسبه ليك، انت بتحجز الميعاد وتكون في الفرع قبل الميعاد ب5 أو 10 دقائق علشان تقطع الرقم والدور بتاعك بيتنادى على طول. فدي برضو من الفيتشرز اللي البنك كان بيحاول يشتغل عليها وطبقها بقاله مده كبيره، وطبقتها بعد كده بنوك ثانيه زي البنك الاهلي، واعتقد في بنوك ثانيه كتير برضو عندها نفس الخدمه. ده كده يعتبر تاني تحديث او تاني فيتشر او تاني خدمه بيقدمها البنك للعملاء بتاعته، عشان ما تضطرش تعمل زحمه في الفروع او انك انت ما تضطرش تتصل بالكول سنتر زي موضوع التقسيط في الكريدت كارد بتاعك. فنقدر نعتبر دي ابديتس كويسه جدا. في ابديت تاني برضو او ابديت رقم 3 معانا النهارده، اللي هو الابديت الخاص بانك انت تقدر دلوقتي من الابلكيشن بتاعك بتاع البي ام اونلاين تقدر تفعل الكروت البنكيه بتاعتك، سواء كانت ديبت كارد او كريدت كارد. وممكن حد يطلع يقول لي دي كانت موجوده من زمان. الجديد بقى في الفيتشر دي تحديدا انك انت تقدر تعمل رقم سري للكارت عن طريق الابلكيشن. تقدر لو الكارت بتاعك نسيت الرقم السري، انت الاول كنت بتعمل ايه؟ لو انت نسيت الرقم السري كنت بتروح الفرع تاخد دور وتروح عند موظف خدمه عملاء وتقول له انا الرقم بتاعي بتاع الكارت ده انا نسيته وانا عايز اعمل ريسيت بن. لا، انت تقدر تعمل ريسيت بن من الابلكيشن بتاعك دلوقتي. في تاني حاجه برضو، انت لو عملت تستخدم مثلا الكارت بتاعك على المكنه وكتبت الرقم السري اكتر من مره، 3 مرات او 4 مرات غلط، فانت بتعمل حاجه اسمها انك انت تشيل محورات الخطا اللي تمت على الكارت. كنت الاول خالص عندك 2 اوبشن، يا اما بتروح الفرع تعمل نفس الحركه اللي انت عملتها في الريسيت بن، او انك بتكلم الكول سنتر. البنك دلوقتي بيخلي لك الاوبشن ده متاح من الابلكيشن بتاعك بطريقه سهله جدا. بتختار القائمه الرئيسيه وبعد كده بتختار اداره البطاقات، تختار الكارت اللي انت عايزه من الكروت اللي عندك اللي هتبقى ظاهره في الابلكيشن كلها ديبت او كريدت. لو انت عايز ديبت بتختار عندك فيه بلوك او ريسيت بن، او ممكن البلوك دي اللي هو انت فيما معناه لو كارتك ضاع مثلا تقدر تعمله بلوك عادي من الابلكيشن، مش محتاج انك تتكلم الكول سنتر اصلا. والريسيت بن لو انت محتاج انك تعمل اعاده تعيين كلمه سر. وفي ان بلوك برضو لو انت كنت عامل بلوك للكارت فتقدر تعمله ان بلوك. ودي برضو فيتشرز جميله جدا ومتاحه في الابلكيشن، مش محتاج تروح فرع عشان تعملها ولا محتاج تكلم خدمه عملاء، فما فيش اكتر من كده سهوله. ثالث او رابع فيتشر معانا، ودي الفيتشر الاخيره اللي اتضافت قريب يمكن لسه من اسبوع تقريبا، هي امكانيه انك تقدر تحول لغايه 1.5 مليون يوميا تحويل لحظي بدون رسوم بمعلوميه رقم موبايل المستفيد او اللي بيستقبل الفلوس لاي حساب في بنك مصر، ومعاك 1.5 مليون تانيين لاي حساب تاني في اي بنك. ودول برضو تحويلات لحظيه بدون رسوم تتم في نفس اللحظه بمعلوميه رقم الموبايل بتاع المستفيد. لو عندك اي سؤال خاص بالفيتشر دي او خاص باي حاجه، في فري انك انت تتواصل مع البنك عن طريق الكول سنتر وعن طريق
انك انت برضه تتواصل معاهم على الايميل. كل طرق التواصل متاح معاك انك تتواصل معاهم في اكتر من طريقه. عندك السوشيال ميديا اكونتس بتاعت البنك، وبالمناسبه ده ينطبق على اي بنك، يعني انت مش محتاج انك تروح الفرع، انت ممكن تبدا بالحاجه الاسهل عليك انك تتواصل معاهم على السوشيال ميديا اكونتس، او ممكن تتواصل معاهم ليهم ايميل للتواصل وفي رقم تليفون للتواصل. ممكن تتواصل معاهم في كل البلاتفورمز في نفس اللحظه لغايه ما حد يرد عليك. ده كان فيديو كنت بحاول اشارك فيه اخر تحديثات تمت على تطبيق البي ام اونلاين. اتمنى تكونوا استفدتوا منهم. اتمنى لو انت عندك اي سؤال انك انت تفيل فري انك تسيب لي تحت في الكومنتات اي سؤال انت عندك بخصوص الانترنت البنكي او بخصوص الاستخدام بتاع الخدمه او بخصوص اي حاجه. وهسيب لك برضو بفكرك مره ثانيه اللينك تحت في الديسكربشن وفوق في الاي في بلاي ليست كامله في كل الفيديوهات انا مجمعها اللي اتكلمت فيها عن الانترنت البنكي سواء كان افراد او شركات. انا متاكد ان لو في اي سؤال عندك هيتجاوب فيديو من الفيديوهات دي. وبشجعك طبعا لو انت مش مشترك في القناه واول مره تشوف الفيديو ده، انا بقدم محتوى من نوعيه المحتوى اللي انت اتفرجت عنها في الفيديو ده، فاتمنى انك تدعمني بانك تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس علشان ما يفوتكش اي جديد، وتشارك الفيديو ده مع حد من اصحابك علشان ده بيسبب لنا دعم وبيحاول يوصل الكونتنت بتاع الناس ممكن تكون مهتمه بالنوعيه دي من الكونتنت. في النهايه شكرا جدا انكم مكملين الفيديو لغايه دلوقتي. Thank you for watching and see you next video. Bye.